بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. النهارده هتيجوا كده معايا على الفيديو، هنعمل جلاش بالجبن او جلاش البيتزا زي ما يتسمى، وبطاطس محشيه باللحمه المفرومه. تعالوا معايا وهتشوفوها هعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده كده هنعمل صينيه جلاش اللي هي البيتزا كده. نعملها يعني زي البيتزا بس بتبقى جميلة جدا. ده نص كيلو جلاش، هي لفة نص كيلو. الكيلو جايبينه النص ب12 جنيه. طبعا غلي راخر، والسمبوسة برضو جايباها غليت، النص بقى ب15. هنا انا مسخنة اهي سمنة، وده جبنة رومي، وده طبعا مقطعة طماطم وفلفل اخضر وفلفل الوان وقرن فلفل حامي. هنبتدي بقى نعملها. بصوا يا حبايبي، انا كده ايه عملت؟ حطيت نص اللفه والنص التاني هي شايلها جنبي. حطيت طبقه جبنه كريمي اللي هي الدومتي العاديه، تديها طعم حلو قوي. وهرش عليها كده حبه ايه، جبنه مبشوره، جبنه رومي. طبعا احنا ايه، الحاجات اللي عندك في التلاجة ممكن تلميها وتروحي عامله بيها صينيه. انا كان عندي الجبنه الرومي دي، فقلت ايه انا اعملها لمها كده في صينيه الجلاش، وحته البسطرمه، وفي زيتون، يعني الحاجة بتاعتها جاهزة. احنا دلوقتي بقى ايه، هنوزعه كده على قد ما نقدر عشان لما نقطع يبقى كل حتة فيها ايه، حتة بسطرمة اهي تديها طعم. طالما اللحمة حتى المستوردة بقت ب135، يبقى على ايدينا نعمل كده وحلوة رضا اهي. نحطها كده نفرقها تدي طعم وريحة. هي حتة مش كبيرة قوي، بس برضو حلوة رضا من عند ربنا اهو، وبيبقى طعمها حلو. واحنا هنا بنستخفها كمان اكتر من اللحمه المفرومه. تعملوا ايه؟ سيبي. بصوا يا حبايبي، انا كده حطيت الجبنه الكريمي، وحطيت حبه الجبنه المبشوره، وحطيت طبعا ايه، هنحط كده اهوت من جوه حشو بسيط عشان احط فوق الوش. هنرش كده حبه ايه، فلفل جواها، ونخلي الزيتون فوق الوش، وفي فلفل الوان اهو. وفلفل حامي حسب بقى اللي يجيله حته فلفل حامي. وبرده كان حته الطماطم كده اهو، تبقى جميله جدا وحلوه اهي. هحط بقى النص التاني وارجع لكم. انا عملت ايه، حطيت النص التاني ورحت مقفلاه اهو، ورحت مقطعاه على قد اللي انا ايه، القطعه اللي انا هقطعها. ورشيت هنا في كل قطعه طبعا جبنه رومي اهو. وهحط بقى الايه، الحشو. بحط اللي هو فوق الوش زي البيتزا يعني اهو. احط كده فلفل وطماطم اهي، وبرده زيتونه كده في كل واحده اهي، تبقى جميله قوي اهو. نفس النظام كده هعمله بقى كله اهو. يبقى كده اهوت ايه،
جاهز، ان مفيش غير البيض واللبن اللي هحطها عليه. هقفلها كده كلها بدل ما اطول اول فيديو بنفسي زي ما انا بعمل كده، وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي بصوا، اللهم صل على النبي. كده اهوت انا خلاص خلصتها، فاضل لها مفيش غير البضايه واللبن. دول بقى اما اجي اعملهم طبعا مع بعض. بصوا بقى انا ايه اللي انا عملته. تعالي هنا كده. انا كان في كام بطاطسيه كده صغيرين، فانا طبعا لقيت ايه الطماطم اللي انا كنت مطلعاها من اللي انا قطعتها للجلاش هنا، فاستحرمت قلت والله اللي اعملها ايه، حطيت فص توم ورحت حاطه حبه فلفل اسود كده وعملتها ايه، سبكتها في بعض. وطبعا قورت البطاطس الجميله الصغيره دي، وعندي هنا لحمه معصجه كانت باقيه من مكرونه بشاميل، قلت والله اللي اعملهم واحطهم في الصينيه. هنزل بقى دلوقتي كده بحبه التقوير اللي انا قورته دول، حبه جبنه رومي رشتهم كده يدوهم طعم، ودول هنزلهم اهو برضو هحطهم هنا كده اهوت يبقوا تحت البطاطس. حرام ما نرميش حاجه، اي حاجه نعملها تتاكل اهي، الحاجه غاليه ونستغل كل حاجه. اهو بصوا على قد ما تاخد، هم حبه كانوا باقيين من مكرونه اهي هنحطهم كده. انا مش بشوحها ولا حاجه اهي، انا هعمل كده عشان لو وقعت حته تقع في الصينيه. ونحط على وشها برضو جبنه ان شاء الله. بس اعملهم كلهم بقى كده واوريهم لكم. اه يا حبايبي بصوا بقى جميله اهي. هحطها بقى دلوقتي كده، هرش على وشها حبه جبنه رومي وندخلها ايه، اسويها كده غلوتين، اكمرها غلوتين وبعد كده ادخلها بقى في الفرن. يا حبايبي بصوا انا دخلتها الفرن كده 10 دقايق وطلعتها. ربى البيض اهو، البيض باللبن بفلفل اسود، وهنزل بقى عليها كده اهو وادخلها بقى الفرن تاني. حبايبي انا كده ايه كمرتها، غطيتها واديتها بق ميه في بق ميه كده صغير لحد ما هي استوت. كده بقى احطها تحت الشوايه على طول. اهي يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن، ريحتها مش قادره اقول لكم بقى، ريحتها جميله جدا. الجبنه الرومي مع الحاجه بتاعتها واللبن وكده، ريحتها حلوه قوي ولونها كده حلو. هي برضو الكاميرا مش جايبه اللون بتاعها بالظبط. اه يا حبايبي كده هي طلعت من الفرن، وبصوا لونها حلو كده، طفيت عليها وريحتها حلوه جدا. اهو يا حبايبي بصوا، ده بقى كان فيديو بتاعنا النهارده، الجلاش البيتزا او اللي هو محشي جبن والبطاطس محشيه هي لحمه مفرومه. ده بقى دلوقتي جربوها بنفس الطريقه والله هتعجبكم جدا، ريحتها حلوه قوي وطعمها جميل. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، متنسونيش بقى في الشير وفي اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.